ودلوقتي جه ميعادكم مع نسرين عكاشة وأشرف الزيات على راديو مصر 887 FM. راديو مصر لكل مصر. مساء الخير عليكم على كل اللي بيسمعونا. بنبدأ حلقة جديدة مع بداية الأسبوع طبعا في برنامجنا لحد 7 مستمرين معاكم، ومعاكم على الميكسر إيمان عاشور، معاكم أشرف الزيات ونسرين عكاشة. ومساء الخير يا أشرف أولا. مساء الخير يا نسرين، ومساء الخير على كل اللي بيسمعونا. ومنورنا في الاستوديو الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية أستاذ مدحت شريف. أهلا بيك حضرتك مرة تانية في لقاء يوم الأحد. اهلا وسهلا بحضراتكم وسعيد بتواجدي معكم. دايما موعودين بحلقه مصر فيها الخير او لسه فيها الخير. بنبقى محددين موضوع ومحددينه يمكن من الاسبوع اللي فات، وهو اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد ومدى استفاده مصر من الاتفاقيه لو طبقتها ولو فعلتها من خلال طبعا الاجهزه الرقابيه المختلفه زي الرقابه الاداريه، الجهاز المركزي للمحاسبات، زي الى اخر كل الاجهزه اللي موجوده تحت مسمى رقابيه موجوده في مصر. ولكن بدايه الحلقه معانا مختلفه النهارده، نكمل معاكم طبعا في اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد، ولكن لازم هنعلق على الاحداث اللي حصلت الاسبوع اللي فات، ومرورا بالجمعة أول امبارح وامبارح الأحداث اللي كانت أمام السفارة الأمريكية نتيجة طبعا للفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا لو هنبتدي نتكلم على الأحداث الجارية وخاصة الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، مهم قوي ان احنا نقول التاريخ بيقول ايه. احنا في سنة 52 كان في ثورة اللي هي ثورة 23 يوليو. الثورة دي كان نوع من التغير الحاد بيحصل في شكل البلاد وشكل نظامها السياسي والخ كعادة الثورات دائما. الثورة دي كانت بتنذر إسرائيل اللي لسه طالعة من حرب 48 مع الدول العربية ومحتلة جزء كبير جدا من فلسطين، بتنذر إسرائيل بكثير من المشاكل وكثير من عايز اقول التهديدات من الدول العربية بشتى توجهاتها في هذا التوقيت. كان مهم جدا لإسرائيل انها تحاول ان تكسب من الشكل العام لهذه الثورة بانها تستهدف قطيعة ما بين النظام المصري الجديد بعد ثورة 52، احنا لسه بنتكلم عن ثورة 52، وبين الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل في ركائز واستراتيجية الأمن الإسرائيلية بتستهدف دائما أن يكون لها حليف استراتيجي قوي تعمل من خلاله على مر العصور لتحقق التفوق على الدول العربية والدول المحيطة التي تشكل لها نوع من العداء. لو بصينا سريعا كده على الفترة بتاعت 52 هنلاقي أن نجم بريطانيا ابتدى يقفل بتقل قوتها. بريطانيا كانت في الوقت ده موجودة وكانت تنوي في مصر طبعا، وكانت تنوي انها تبتدي تخلي منطقة قناة السويس، وفي توجهات لهذا. الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس ايزنهاور في الوقت ده كانت بتبتدي تدي إشارات إيجابية للنظام المصري بعد الثورة والعسكريين اللي كانوا يقودوا مصر في هذا التوقيت بأنها ستدعم هذه الثورة. والشكل العام كان بيعمل نوع من نظر القلق للنظام الإسرائيلي. كان في الوقت ده ديفيد بن غوريون ساب الوزارة وابتدى يخش مكانه شاريت كرئيس مجلس وزراء، وهناك وزير دفاع وهو إسرائيلي في الوقت هذا كان اسمه بنحاس لافون. بنحاس لافون أول حاجة فكر فيها قال إن احنا يجب إن احنا نعمل وقيعة ما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. ما بعد الثورة احنا مش عندنا استعداد إن احنا ندخل فيه نوع من التنافس مع مصر
على العلاقه الاستراتيجيه اللي المفروض هتبقى ما بيننا وما بين الولايات المتحده الامريكيه، وان احنا بنقويها في خلال هذه الفتره بعد انخفاض قوه الحليف البريطاني على مستوى العالم وتضاؤل تاثيره. بن حسلفون ابتدى حط خطه مع المخابرات العسكريه الاسرائيليه بانه يضربوا بعض المصالح الامريكيه الموجوده في مصر، وكان في الوقت ده بالذات سنه 54 الكلام ده ابتدى يتنفذ. وبرده كالعاده اسرائيل دايما بتدور على التاريخ، دايما بتدور على التاريخ، العقيده بتاعتها بتدور دايما على التاريخ. جت في شهر يوليو بالظبط ذكرى الثوره، وابتدت تنفذ عمليه اطلق عليها عمليه سوزانا في الوقت ده. وبعد العمليه دي لاحقا اطلق عليها فضيحه لافون على اسم وزير الدفاع الاسرائيلي. العمليه دي كانت بتستهدف من انها تضرب المصالح الامريكيه داخل مصر عشان تدي ايحاء لامريكا بان مصر غير قادره على تامين مصالحها، مصالح امريكا طبعا في مصر، وان الشعب المصري يستهدف العداء ويستهدف طرد امريكا ومنشاتها من داخل مصر، فبالتالي تقدر من خلال ده انها تحقق نوع من الانفراد في العلاقه مع امريكا في منطقه الشرق الاوسط. وده طبعا نفذه مجموعه من الشباب، كانوا بيقولوا من الشباب الاسرائيلي، الجاليه الاسرائيليه او الجاليه اليهوديه، خلينا اقول بطريقه ادق. طبعا كانت الجاليه اليهوديه اللي كانت موجوده في مصر في هذا الوقت فيها مجموعه كبيره من الشباب، دول اللي كانوا بيحاولوا يقوموا بعمليه التفجيرات ضد المصالح الامريكيه ثم البريطانيه، وبعض الانفجارات في سينمات وخلافه علشان تشجيع روح القلق وعدم الاستقرار. علشان في النهايه زي ما قلت الهدف الرئيسي ان تثير وقيعه ما بين امريكا وبين مصر، وبالتالي طبعا بريطانيا كانت طرف تاني في هذا الموضوع. العملية فشلت طبعا، والمخابرات المصرية قبضت عليهم، علشان كده سميت في هذا التوقيت فضيحة لافون اللي هي باسم وزير الدفاع الإسرائيلي. التاريخ بيعيد نفسه. الفرق كان احنا كنا الثورة 52 سنة 54 تم الكلام ده، يعني يوليو 52 يوليو 54 بتقوم بالكلام ده، نفس الكلام بيحصل 25 يناير 2010 بنتكلم عليها. بنشوف احنا دلوقتي فتحوا حوالي برضو ما يقارب السنتين. التاريخ بيعيد نفسه مرة أخرى، ولكن بآليات جديدة، بآليات العصر الجديد. التاريخ هو إسرائيل فكرها ونظرياتها الاستراتيجية لا تتغير، ومحدش هيقدر يقنعنا بهذا، ولكن أساليب الأداء بتتغير. دلوقتي بقى الموضوع أسهل بكتير. نفس السلاح اللي قامت بيه الثورة هو السلاح نفسه اللي قامت بيه إسرائيل علشان تثير العالم كله وتمول هذا الفيلم وتعمل مع أطراف هم معروف عنهم من الأساس أنهم مجندين لصالح إسرائيل، وده موضوع معروف وإعلاميا معروف، هم نفسهم بيجهروا بهذا. ببساطة شديدة بقى السلاح نفسه هو التكنولوجيا المعلومات الحديثة في الاتصالات، اللي العالم كله بقى معروف ان قرية صغيرة كانت قبل كده استغلناها في ثورة 25 يناير، هي غيرت الشكل وعملته على شكل اليوتيوب، نزلت الفيلم المسيء في توقيت واضح جدا وقوي، ان هو برضو توقيت منتقى بحرفية كاملة. اول حاجة فيها احنا داخلين على احداث 11 سبتمبر، الشعب الامريكي والشعوب الغربيه بالكامل بتتذكر مره اخرى الشكل الارهابي لمن يطلق على نفسه انه اسلامي. وفي احداث 11 سبتمبر في نفس التوقيت انتخابات قادمه في امريكا بيستعد ليها الرئيسين. اوباما هي لا زالت اسرائيل مقتنعه تماما انه الى حد ما، وإن كان كلنا مقتنعين ان هو مش محايد، انما من وجهه نظر اسرائيل ان هو كده محايد، انما احنا شايفين طبعا هو منحاز لاسرائيل، وشايفه انها دعم رومني في هذا التوقيت مناسب ليها. فده الشق الثاني، فعايزه تسيء لشكل اوباما بحيث ان العالم بالكامل يقول ان اوباما كان غير حاسم وسياساته كانت غير ناجحه مع الشعوب العربيه، وبالذات الاتجاهات الاسلاميه اللي بتقود ثورات الربيع العربي. النقطه الثالثه وهي الاهم في هذا الموضوع، أن إسرائيل في هذا التوقيت تحديدا بدأت تصلها إشارات إيجابية بأن أمريكا تحاول دعم مصر حتى لا تتوجه شرقا، وتحاول دعم مصر اقتصاديا، وتحاول أن تحافظ على مكانة مصر كحليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي من خلال اللوبي الإسرائيلي هناك حاول أكتر من مرة أنه يؤثر على المساعدات، وكلنا شايفين المساعدات العسكرية كمؤشر
هو مش قيمه المساعدات هي قيمه، انما مؤشر للتعاون كحليف استراتيجي. فلم يستطع وفشل اللوبي الاسرائيلي في الكونجرس و في امريكا على كافه المحافل السياسيه داخل امريكا، فشل تماما. فده برضو اشاره، لو هنقارنها ب 52 ثوره 52 هتلاقي نفس الشكل تقريبا، هو نفس النمط. هناك توجه غربي بدعم الثوره في مصر اقتصاديا، بل والابعد من هذا عسكريا. على سبيل المثال المانيا بتدي لمصر غواصتين 209 ذات تكنولوجيا عاليه ومتفوقه، صحيح ما تصلش الى حد التكنولوجيا اللي واخداها اسرائيل من الغواصات الالمانيه اللي ممكن تحمل رؤوس نوويه، ولكن على الاقل هناك توجه لدعم مصر حتى بتكنولوجيا عسكريه راقيه ومتقدمه. ولم تستطع اسرائيل حتى اليوم التاثير على المانيا لايقاف هذه الصفقه. اذا الاجمالي الجو العام لا يختلف تماما عن ثوره 52، وهي نفس الاجراءات ونفس الفكر. يجب ان نضرب في مقتل العلاقه الامريكيه المصريه والعلاقه الدول الغربيه او الاوروبيه مع مصر في هذا التوقيت الذي تحتاج فيه مصر كثير من الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري من دول المحيط بتاعها واصدقائها. ومش بتحتاج بس، دي بتتحرك كمان نحو الدول دي وبتحاول يعني هايل طبعا تعليقك هايل. بقى اللي هو الشكل الاخير ان التوجه الرئيسي المصري الى دول العالم في زيارات خارجيه، ما حصلش انكباب على الرأي على الشكل الداخلي فقط لا غير وانتهى، لا هو ابتدى يتحرك للدول الخارجيه المفروض انهم في علاقات نقول دول صديقه مع مصر، علشان يبتدي يطلب منهم استثمارات أجنبية جديدة ويطلب منهم دعم مادي علشان يقدر يقوي من شكل الثورة ويقدر يتعدى الأزمة الاقتصادية الحادة التي بتعاني منها مصر في الوقت الحالي. فالضربة زي ما حضرتك تفضلت كده ضربة قاسمة في هذا التوقيت لإيقاف هذا الدعم والتحرك والنشاط، بضربة تسيء لشكل الإسلام على مستوى العالم، بالرغم من ان هو اساسا فيلم بيسيء للاسلام، الا انها ضربه مزدوجه زي ما نقول. ودي نظريه الضربه الاستباقيه اللي دايما اسرائيل بتعملها على مستوى العالم في جميع اعمالها الاستخباراتيه والعسكريه. عشان كده عايزين نعرف رد الفعل نتيجه للضربه دي في الشارع، سواء في الشارع المصري، وخلينا نخرج شويه لتونس وليبيا وبعض واليمن كمان، دول الربيع العربي كلها. لكن خلينا بعد الفاصل معاك استاذ مدحت الشريف خبير الشؤون السياسيه والاقتصاديه. بنفكركم موضوعنا الرئيسي النهارده هو ازاي نستفيد من اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد علشان يتم تطبيقها في مصر بشكل كامل. تليفوننا 257 93 195، كمان الاس ام اس 88 70. ومكملين معاكم وكلام وسط البلد على راديو مصر. راجعين نكمل معاكم كلامنا في كلام وسط البلد. لسه معانا استاذ مدحت الشريف الخبير في الشؤون السياسيه والاقتصاديه. بنفكركم موضوعنا النهارده عن مكافحه الفساد، ولو حابين تتكلموا عن قضايا فساد تبعتوا لنا على اس ام اس 88 70، او لو حابين تطرحوا المساله على الهواء مباشره على تليفون 257 93 195. قبل ما نكمل كلامنا معاكم عن اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد وازاي فعلا يكون لينا، واحنا موقعين عليها من سنه 2005، ازاي يكون فعلا ليها تطبيق وليها صدى في مصر. ولكن خلينا نكمل معاك استاذ مدحت عن رد الفعل الشعبي اللي حضرتك شفته. هل يعني ايه ردود الافعال الشعبيه اللي ممكن حضرتك تدينها، وايه ردود الافعال الشعبيه اللي ممكن حضرتك تاكد عليها وتحبذ ان هو ده يكون في قضايا زي دي، في مشاكل زي دي، يكون رد الفعل الشعبي بالمنظر ده؟ طبعا واحنا مع عدم الحجر طبعا على اي ردود افعال نهائيه. طبعا انا طبعا احنا لازلنا بنعلق لغايه دلوقتي على ردود الافعال اللي حصلت بعد الفيلم مسيء للرسول عليه الصلاه والسلام وعلى الاسلام ككل. احنا حطينا في البدايه الشك انه قلنا ان اسرائيل التاريخ بتاعها ما بيتغيرش وفكرها التاريخي في الاستخبارات ما بيتغيرش. بعد ثوره 52 عملت عمليه سوزانا اللي فشلت تماما لضرب المصالح الامريكيه وبقت فضيحه لافون. اتكلمنا بعد كده عن مقارنه ما بين الظروف العامه في الوقت ده، الظروف الدوليه والداخليه في وقت بعد الثوره 52، والظروف الداخليه برضو ما بعد الثوره في 25 يناير
2011. فبنقول ان الشكل العام تقريبا واحد، قامت بالعمليه بتاعتها باليات معينه في 52 هي دي اللي كانت متاحه. الاليات بتاعتها دلوقتي كانت متاحه بالنسبه لها من خلال وسائل الاتصال، الانترنت بصفه عامه ووسائل الاتصال الموجوده عليه. فابتدت حطت الفيلم المسيء، فيلم خليني اقول مسخ لا قيمه له بالمره، ما يعني كل ما فيه ما هو الا فعلا حاجه حقيره صعب ان حد يتفرج عليها اساسا وغير ملفته للنظر، ولكن ابتدت تثير ردود الافعال على مستوى العالم في التوقيت اللي احنا قلنا عليه 11 سبتمبر، الانتخابات الامريكيه، انها بتساند رومني وعايزه اوباما يخسر، ان دلوقتي في تحركات للرئاسه المصريه والقيادات المصريه على مستوى العالم اللي يبتدي جذب الاستثمارات، او لمجرد ان يبتدي يحسن صوره الشكل الجديد للرئاسه في مصر، لان في تخوف كبير ان ده اتجاه اسلامي ومتطرف فابتدي بيحاول يحسن هذا الشكل من خلال لقاءات وزيارات خارجيه، وابتدت تجيله دعوات. اسرائيل مش عايزه الكلام ده، سهل جدا، محضره المسخ اللي هي عملته او الفيلم الكوميدي اللي كانت معمول عن طريق مجموعه من العملاء، ما نقدرش نقول عليهم اكتر من كده، لا نستطيع ان نطلق عليهم. وانا طبعا للاسف الشديد انا بقول الكلام ده وانا حزين كل الحزن ان كتير من الناس بتتكلم في القنوات الفضائيه اللي بقت منتديات وقهاوي بتتكلموا فيها ان كله بيتكلم انه اقباط المهجر. لا يا جماعه، دول مش اقباط المهجر. اقباط المهجر ناس مصريين محترمين ليهم تاريخ موجود، دعموا مصر كتير باموالهم اللي اتحولت لمصر وساعدتهم كتير جدا جدا. بالعكس انا عايز اقول ان في كتير من اقباط المهجر مشكلين لوبي مصري قوي جدا في كتير من الدول. انا عن نفسي رحت دول كتير جدا، شفت ان اقباط المهجر محققين يعني عايز اقول نجاحات غير عاديه في هذه الدول، ودائما بيتحدثوا عن مصر بشتى عايز اقول السبل اللي بتقول دايما ان مصر كويسه. مش هم دول، حتى لو كان هو خارج من فتره من فترات من مصر وهو حاسس ان هو عانى بشيء بشكل او باخر من ظلم او اضطهاد او فكر معين، ولكنه في النهايه عندما يتحدث مع الدوله الاجنبيه اللي موجود فيها ومع قيادتها او وسائل اعلامها كان دايما بيتكلم باحترام غير عادي عن يعني مصر، ما انسلخش من مصريته زي الاخوه اللي بيتكلموا عنهم دلوقتي دول في الخارج. يعني اسف انا بقول انهم اخوه، لكن هم لغايه ما مصر اسقطت عنهم الجنسيه كانوا مصريين، انما هو حاليا ما يصحش ان احنا نقول عليهم مصريين. فدول ما هم الا عملاء، مش ما تقدريش تقولي عليهم ابدا اقباط مهجر، انا اسف تماما. وطبعا يكفينا تماما كل التصريحات اللي اتقالت من القيادات القبطيه سواء داخل مصر او خارج مصر، ويعني بانهم بينفوا تماما اي علاقات ليهم بهؤلاء البشر، بل بالعكس ذكروا كثير من النقائص اللي احنا مش محتاجين احنا نكررها تاني. ده الموضوع واضح وسهل، ان هو اي حد اما بتيجي تشوف النقائص اللي اتقالت عنهم، اما بتيجي تشغل اي حد كراجل مخابرات في يوم من الايام بتدور على واحد فيه نقاط ضعف، ودول الحمد لله نقاط ضعفهم واضحه، مكتوب حاطين يافطه للبيع الاخلاق والضمير وكل السلوكيات وكل ما تتخيلوه. وزي ما احنا شفنا البعض منهم كان داخل في قضايا موجوده فيها سرقات ومخدرات يعني زي ما شفنا احنا ما قلناش ده العالم الغربي هو اللي بيقول وامريكا بتقول من وسائل الاعلام. الناس دول كان ليهم اساسا دور سلبي جدا 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 قبل كده، واحنا كلنا المفروض علينا منه في عمليه اثاره المصريين المسيحيين في مصر في احداث مسبيرو، الاثاره في المره الثانيه في التجمهر. يعني انا قدامي معايا اهو الشكل المنشور، يعني ده اللي اقوله منشور زمان زي زمان كده منشور، ولكن دلوقتي بقى بيبعت الكترونيا من جميع انحاء العالم لاثاره المصريين المسيحيين في مصر. كاتب انا رايح مسبيرو ورافع صليبي، مش علشان اتعور ولا انجرح، لكن رايح مستعد للشهاده لما موجود من عندهم. وشكل الصليب وهو مرفوع باليد، وبعد كده يد بتشاور في مواجهتك مباشرة، بتقول لك انت هتعمل ايه، بتشاور عليك، يعني بتشاور عليك. ده المنشور ده ما هو الا يعني هو فعلا منشور تحفيزي جدا جدا يعني ما هو الا إن عملية تحفيز. والمنشور اللي احنا بنتكلم عليه ده مصاغ بعناية يعني شديدة، واللي بيطلق عليه في العمليات الاستخباراتية هو عمليات نفسية، عمليات نفسية للإثارة، وده كان شغلهم من البدايه. في نفس الوقت اللي كان حصل ده في فتره الحادث الاليم اللي كان حصل في 9 اكتوبر، واللي مات فيه كتير من الشهداء هنا للا شيء بنتكلم عليهم، من سواء اخوه مسيحيين او مسلمين، انما في النهايه كلهم ومات منه عساكر جيش ومات، وكان مأساة قدام العالم ككل. الاثاره والتحفيز اللي حصل ده كان في نفس التوقيت بيحصل
ان السيد عصمت وموريس صادق وعصمت زقلمه كانوا بيخاطبوا نتنياهو، وبعت له جواب رسمي علشان يقولوا له ان احنا عايزين تخصص لنا سفاره في القدس لدولة الأقباط المصرية، وإن احنا محتاجين إن أنت تنتصر معانا على الجيش المصري المسلم علشان هو بيضطهد الأقباط، ومحتاجين إسرائيل تتدخل. والكلام ده أثير إعلاميا وهم تناقشوا فيه في وسائل الإعلام في نفس التوقيت اللي كان بيحصل فيه عملية الإثارة اللي كانت حاصلة قبل 9 أكتوبر، اليوم الأليم اللي احنا كلنا بننعى هذا اليوم. ده الشكل العام، دي صياغة لمنشور استخباراتي بتاع عمليات نفسية مش مستواهم ولا قدراتهم، وده الفكر بتاعهم انهم بيقولوا علنا احنا كذا. الممثلين منهم الواحد منهم بينتمي الى منظمات فلسطينيه او ابن واحد من القيادات الفلسطينيه بيجهر علنا انا اتبع الموساد. اذا الموضوع مش محتاج ادله، واحنا مش ممكن نبقى سذج لدرجه ان احنا ننساق وراء موضوع مفضوح بالشكل ده علشان نروح نهاجم سفاره او نهاجم دول. الناس دول موجودين في حمايتنا داخل بلدنا، ما ينفعش انك تهاجمه، ما ينفعش انك تضربه بطوب. انت عايز تعتصم وعايز تقول رايك في شكل حضاري كلنا عارفينه. الاخ اللي رايح عشان يحدف طوب ده ليه اهداف اخرى، ويجب ان يتعامل معه الامن بهذا الشكل، بان لهم اهداف دنيئه تبقى مقصود منها الاساءه لهذا الوطن. مش المعنى ان انا اطلع على السفاره واحرق العلم او انط جوه السفاره يبقى انا عملت كده. يعني الشكل اللي انا بقول عليه ده بالاخوه اللي هم خلينا نقول الاخوه السابقين اللي هم قاموا بالعمل ده في النهايه منظومه استخباراتيه واضحه، عماله واضحه لدوله وجهاز استخبارات اجنبي. موضوع ما تكلفش اكتر من 5 مليون دولار زي ما هم بيقولوا، مثلا مسخ اتحط على اليوتيوب. شوفوا احنا خسرنا قد ايه، وشوفوا العالم خسر قد ايه، والارواح اللي خسرناها قد ايه. هل يستاهل ان انا اموت واحد، ان واحد من المتظاهرين يموت قدام السفاره علشان نقول كده؟ وما زال مرشح كانت اعداد هتبقى اكتر لو تدخل الامن بالشكل الحاسم في الاخر. طب ندرس اللي حصل في ليبيا. لو هناخد وقت هناخد وقت طويل. ده عمليه معاينه واضحه. خلينا قبل ما ندخل في ليبيا يعني عشان برضو نكمل النقطه ديت، اثر الاحداث كلها دي على اقرب حاجه جايه، وهي زياره الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي للولايات المتحده الامريكيه. هو طبعا اسرائيل حققت غرضها الاساسي من الفيلم ده وحطته قدام العالم كله بوضوح. اثارت العالم، بقى منظرنا سيء جدا في امريكا او في الدول الغربيه. يتواكب بقى مع ده دورها بقى الثاني او الدور السياسي، اللوبي الصهيوني المتواجد في امريكا. ايه اللي بيعمله دلوقتي؟ ابتدى يحفز في الكونجرس، وقفوا حتى كان في دفعه فوق 18 مليون دولار وقفوها. ابتدت في مناداه دلوقتي بايقاف المساعدات بصفه عامه وربطها بنوع من الرغبات الامريكيه في انها ان يتم عمل 1 2 3 روشته كده تنفذها، اديك المساعدات يعني بالفلوس. مش هتنفذ مش هديك المساعدات. ده برضو لوبي اسرائيلي موجود داخل الكونجرس وداخل الايباك وداخل منظمات مجتمع مدني كتير جدا ضاغطه، وداخل شركات متعدده الجنسيات موجوده داخل امريكا. بيفعل بقى الاجراء حاليا. ابتدى بعض السياسيين الامريكيين يطالبوا ان الرئيس مرسي لو هو رايح علشان يحضر الاجتماع في الامم المتحده ما يخشش البيت الابيض، لان هو بيساند الشكل العام لمهاجمه السفارات، وده كلام كله مش واقعي مش حقيقي. فاذا احنا بنحط الشكل العام دلوقتي في السله كلها في ايد اسرائيل علشان هي تقدر تنسف تماما علاقتنا مع دول العالم الغربي ومع امريكا، وتسيء لمظهر مصر امام العالم. اللي انا عايز ارجع له مره تانية، معلش للاسف، في حته ليبيا لانها مهمه جدا. السفاره او القنصليه الليبيه اللي موجوده في بني غازي، الهجوم عليها كان هجوم لقوات خاصه محترفه. اسف جدا، ده مش مستوى الشعب العادي في ليبيا، ولا حتى على اعتبار ان الشعب الليبي تقريبا كله مسلح من بعد الثوره الليبيه. انا مش مختلف في انه كله مسلح وان كله استخدم السلاح، انما الاحترافيه اللي تنفذ بيها هذه العمليه هي عمليه مخططه تخطيط جيد، وان المكان بتاع السفاره تم معاينته اسمها معاينة استخباراتية، تم معاينته واكتشاف مداخل ومخارج المثلى ليه مع توقيتات تواجد السفير والعاملين داخل السفارة، انهي توقيت بالظبط عشان يهاجم فيه، بداية الدخول والاقتحام برمي قنابل في البداية، واقتحام من 3 اتجاهات مختلفة في توقيت واحد، وعمل تعمية في اتجاهين 2، والاقتحام من اتجاه وسطي. دي قصة كلها. لو ما كانش تم عرض الفيلم المسيء للرسول عليه الصلاة والسلام، حضرتك تقصد ان كانت العملية
اللي تم استهداف فيها يعني السفير الامريكي في ليبيا وبعض الاعضاء السفاره هناك، كانت هتتم كان مخطط لها. يمكن عايز اقول لحضرتك هي هتبقى حاده شويه الرد بتاعي، بس لازم اقول لا، ده هو جزء من العمليه. الفيلم هيطلع ليبيا اكتر دولة فيها انفلات وسلاح منتشر بدرجة غير عادية. ليبيا الدخول والخروج فيها من جميع المنافذ مفتوح ببساطة شديدة، والتسللات سهلة جدا جدا. العناصر المتواجدة داخل ليبيا هناك عناصر متشددة والخ، وسهل جدا ان انت تقود وتسوس هذه العناصر بفكر معين وتدعمهم بفلوس معينة علشان يقدروا يعملوا الاجراء ده. فالموضوع سهل جدا، ومفيش جهاز استخبارات بيكشف عن نفسه وهو بيدير عملية. مش هيجي واحد مثلا من اسرائيل رافع العلم الاسرائيلي وبيجي يقول لهم تعالوا انتوا هتشتغلوا معايا. في مراحل معينه للتنفيذ. فالجزء بتاع ليبيا ما هو الا جزء من العمليه، ما فيهوش احتمالات تانية. الكلام كان واضح جدا. ليبيا مفتوحه تماما، للاسف الشديد حدودها كلها مفتوحه. الاسلحه بتخش لنا من ليبيا من الجنوب من افريقيا. اسرائيل متغلغله في افريقيا بدرجه غير عاديه. اسرائيل استطاعت ان تجند انظمه سياسيه كامله في بعض دول افريقيا للاسف الشديد. مش عايزين نقول زي مش ممكن هقول زي ايه. انا بقول انظمه سياسيه كامله في بعض دول افريقيا. زي ما بقول لحضرتك في بعض الناس رؤساء بعض الدول الحرس الخاص بتاعهم زي ما قلت قبل كده كانوا من الموساد الاسرائيلي، ودلوقتي بيتطلقوا كل تدريباتهم في الموساد الاسرائيلي لحمايه والتامين الرئيسي اللي موجود، لان اسرائيل بتدعمه. فاذا الموضوع سهل جدا. عمليه التنفيذ داخل ليبيا مساحه مفتوحه جدا، وجايه في توقيتها في 11 سبتمبر، والفيلم طلع قبل 11 سبتمبر كمان لغايه ما حقق الانتشار بتاعه. واللي تحدث عن الفيلم في البدايه اطراف كلها بدون ما نذكر اسماء برضه، اطراف كلها مساعده للكيان الاسرائيلي بشكل غير عادي. فاذا انا بقول في الاخر ان هي برنامج موضوع بدقه وبعنايه، واحنا اللي نفذناه بايدينا. ما هم ما عملوش حاجه اكتر من انهم حطوا الفيروس، بس حطوا الفيلم على اليوتيوب عشان يولعوا العالم كله، عشان في الاخر يضربوا المصالح. ده الجبروت بقى. طيب ما هو ده اللي لا انا اسف، هو مش جبروت. هم استغلوا سذاجه بعض الناس وترويجنا وتطبيلنا على الدفوف في كل حته. لا وكلنا بقينا نزايد على بعض من احنا بنقف جنب الاسلام ورسول الله عليه الصلاه والسلام في مزايدات ما بيننا وبين بعض كسياسيين، وناس بتتكلم في التوك شو وناس بتتكلم في ليبيا. فبقى اثرنا الناس اكتر من اثارتهم اللي هو المفروض كانوا يوصلوا. وهو ده اللي حصل لغايه دلوقتي. يعني حضرتك بتقول المساله من الوضوح بحيث ما تبقاش في مجال كتير للجدل والكلام. دلوقتي اللي حاصل انطلاق في الاستنتاجات وفي الافتراضات، حاجات كتيره كده. الشكل معروف والموديل محفوظ. وانا اسف، المفروض كان لازم نوعي الناس بشكل افضل من كده بكتير. ما ينفعش ابدا ان احنا كنا نوصل المرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي. احنا هنعاني من المرحله اللي جايه، واسرائيل هتفضل مستغله الضربه الاستباقيه بتاعتها دي اللي احنا بنقول عليها دي ضربه استباقيه بتاعتها دي سياسه معروفه في عالم الاستخبارات الاسرائيليه وفي العالم العسكري بتاعها كمان. فهي فعلا عملت ضربه استباقيه، وابتدت من دلوقتي التوابع بتاعتها بتظهر. بنيامين نتنياهو بيقول لك الرئيس مرسي لم يذكر اسم اسرائيل مره واحده. ابتدى خلاص بقى بيفرض دلوقتي. ما فيش، انا مش شايف اي نوع من انواع التطبيق ولا علاقات. الجهه الوحيده اللي بنتعامل معاها دلوقتي وزاره الدفاع المصريه ابتدى يخش في دواء، يعني عايز اقول ايه، شؤون المصريه من الداخل وبقوه، والعالم الغربي هيؤيده كمان. خلاف اللوبي الاسرائيلي ودوره في جميع دول العالم، مش بس دول العالم الغربيه، مش امريكا فقط لا غير. في جميع دول العالم الاخرى هتلاقي فيه تركيز غير عادي دلوقتي في انك تضرب المصالح المشتركه ما بين مصر او دول الربيع العربي والدول الغربيه وامريكا. لان انت في الوقت الحالي انت في وضع اقتصادي صعب، تحتاج الى دعم، تحتاج ان الناس دي تبقى، الدول دي تبقى يعني تعتمد على نوع من عايز اقول ايه، من التوازن في العلاقه مع مصر اللي هي احدى دول الربيع العربي اللي ممكن كانت تحقق ليها مكاسب داخل المنطقه العربيه والمنطقه الافريقيه. لكن ده للاسف الشديد اسرائيل بتعمل على تدميره دلوقتي بشكل ممنهج وذكي جدا من خلالها ومن خلال اتباعها في معظم دول العالم. تمام. عنوان كلامك استاذ مدحت، زياره صعبه للرئيس محمد مرسي لامريكا. يعني هنشوف الايام اللي جايه فيها ايه ان شاء الله. لسه هنكمل معاكم كلامنا. ندخل في موضوعنا بعد نشره اخبار الساعه 5، موضوعنا الرئيسي وهو اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد. كلمونا عن اي نوع من انواع الفساد ممكن تكونوا شايفينه، ممكن تكونوا تعاملتوا معاه او ما تعاملتوش معاه، حابين ان انتوا تطلعوه على الهواء. 257 93 195 تليفوننا او اس ام اس 8870. ومكملين معاكم وكلام وسط البلد على راديو مصر.
راجعين بنكمل معاكم كلامنا في كلام وسط البلد. معانا الاستاذ مدحت شريف الخبير في الشؤون السياسيه والاقتصاديه، والتعليق اخير علشان ندخل في موضوعنا الرئيسي وهو مكافحه الفساد استكمالا لحلقتنا يوم الاحد اللي فات. وانا بأيد تماما توجهك ده طبعا يا اشرف، على اساس ان احنا مش لازم نشغل نفسنا كتير بالمعوقات اللي بيحطها اجهزه استخبارات اجنبيه او خلافه، وننسى البلد بتاعتنا، وننسى ان احنا محتاجين ننتج، وننسى ان احنا حالتنا الاقتصاديه حرجه للغايه. ده احنا مش في فزاعه، احنا فعلا في حاله اقتصاديه حرجه للغايه، وبقت الارقام واضحه للكل. مدى المسؤوليه موقعه على كل واحد فينا عشان يشتغل وينتج. انا بس عايز اعلق سريعا على بعد ما قلنا ان الشكل الاستخبارات الاسرائيليه وازاي عملت الفيلم ده، وازاي قدرت تدبر الموضوع بشكل واضح جدا جدا للعالم كله، ومع ذلك في النهايه احنا اللي ادنا نفسنا باعمال عنف وفعلا واعمال غير مسؤوله تمت ضد السفارات والخ من خلال يعني ناس قد يكون مغرر بيهم، وناس يكونوا مأجورين والخ. ده مش مظبوط خالص. احنا المفروض ان احنا ناخد بالنا ونحط في اعتباراتنا ان المرحله اللي جايه هتشهد كثير من الاساءات خلال المرحله اللي جايه، كثير من الاساءات للدين الاسلامي، لان خلاص بقى ما احنا عرفنا ان ده دمل، كل ما ادوس عليه اقوم العالم العربي كله، اقوم الشعوب، ان احنا بننصر دين الله سبحانه وتعالى، ونقوم نهاجم سفارات ونهاجم مصالح لدول الغربيه ونهاجم. اذا في النهايه نحن الخاسرون. فمش هينفع ان احنا نظل بهذا المنطق والفكر. وكفايه الناس اللي بتثير من خلال احاديث في وسائل الاعلام واحاديث توك شو طول الليل بيتكلموا عن موضوعات ليس لها اي علاقه بالحدث اللي حصل. حقيقه هي برنامج ممنهج وضعته اسرائيل بنجاح شديد، وقدرت تثير الشعوب العربيه في العالم كله وتسيء ليها وتضرب المصالح الغربيه والامريكيه مع المصالح. احنا لازم بقى مع الدول العربيه ودول الربيع العربي تحديدا يا جماعه، ده في دول عربيه انا ما شفتش واحد منهم وقف في شارع يافطه حتى عشان يقول نصره الرسول عليه الصلاه والسلام. طب اشمعنى دول الربيع العربي اللي كان في الشكل الفظيع ده؟ اشمعنى يا جماعه؟ قارنوا. يجب ان نعي ماذا يحدث في المنطقه العربيه، يجب ان نعي هذا. مش واضح بالنسبه للناس كلها الكلام. طيب الفتره اللي جايه احنا هنشهد ما هو اكثر. ويمكن على سبيل المثال الراجل نفسه اللي هو اللي صانع هذا الفيلم قال لك يعني انا غلطت فعلا انه حطيت بس الكام دقيقه اللي انا حطيتهم ضد الفيلم واديته ساعتين. انا احطه على اليوتيوب عشان تشوفوا ان هو كان فيلم صح، وان فيلم كويس، ما كانش ليه غرض في هذا. فاذا انت يعني سنجد الكثير، لان الحلقه ابتدت ببعض الرسوم المسيئه وبعض اللي مش عارف الاحاديث لبعض الناس، تصرفات غير مسؤوله من تيري جونز مثلا السفير قصدي القس الامريكي وبيحرق المصحف، يعني بعض التصرفات الغير مسؤوله. فسنجد الكثير فيما بعد. هل كل مره نبتدي نصعد التجربه ونسيء لنفسنا ونسيء للعالم؟ انا شايف اولا يجب ان يكون هناك توعيه واضحه للجميع والعامه في برامج الاعلام ان هذا مخطط وممنهج لاثاره مشاكل كبيره للدول الربيع العربي، واثاره المشاكل دي هتؤثر علينا بالسلب وبدرجه كبيره جدا لا نتخيلها. ولكن احنا مش معنى كده ان احنا ما نقدرش نستغنى عن مثلا دعم امريكا، ولكن ليه انول زي ما بيقولوا كده بالعربي قعده القهاوي، ليه انول عدوي مني؟ عدوي بيعمل الاجراء ده علشان يوقع ما بيني وبين الدول الاخرى ويسيء لشكلي قدام العالم. يكفي ان احنا نبقى عارفين ان امريكا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب البارده بقت بتدرس في المعاهد العسكريه بتاعتها ماده اسمها الثريت، هي طول عمرها بتدرسها، اللي هي التهديدات. التهديدات تحولت من الاتحاد السوفيتي والحرب البارده والخ الى التهديدات التنامي الاسلامي وتنامي التيار الاسلامي في الدول خلينا نقول الشرق اوسطيه وخلافها في دول العالم ككل، حتى بما فيها في امريكا نفسها. فاذا اصبح الموضوع هو اساسا بيدرس عنده في المناهج، وبقى اصبح ان هو تهديد موجود. طيب اما نيجي نقول، وعلى فكره التهديد ده ما كان بيدرس، تهديدات ماده التهديد ما بتدرس عاده ما بيكون في اي ضباط من دول اخرى بيدرسوا في نفس الدورات بيستبعدوهم تماما. فاذا علشان يبقى استراتيجياته مش واضحه. انما ده مش معناه انه ده توجهه، هو كان متخوف من ده، ومتخوف من ده من خلال برضه دعايه وقرائن بتثبتها اجهزه الاستخبارات الاسرائيليه ليه كل يوم، ووسائل الاعلام والميديا اللي هي مسيطر عليها من اليهود في العالم ككل. فما نديش الفرصه ليهم انهم يزودوا الاساءه لشكلنا من خلال شعوبنا نفسها. احنا بنسيء لمصالحنا الوطنيه. المرحله اللي جايه مش التوعيه فقط لا غير، ده توعيه. وبعدين محتاجين احنا نقول ان في عندنا هيئه ضخمه
زي الازهر الشريف. وانا عجبني جدا بصراحه التصريح او مطالبه بتاعه السيد الشيخ الطيب، وهو بيطالب بان الامم المتحده بيبقى طالع منها قرار او مطالبه بعدم ازدراء الدين الاسلامي او اي من خلال مظاهر احاديث اعلاميه او كتابات او ميديا او خلافه. انا يعني برايي المتواضع ان دي مطالبه رقم 1، ولكن المطالبه الاعم والاشمل هو ان يكون هناك قرار يصدر من الامم المتحده جميع دول العالم بعدم ازدراء الاديان ككل. الاديان السماويه اللي المعروفه لنا لا نزدريها. ما ينفعش ان اي حد يتكلم على دين اخر باي شكل من الاشكال ويزدري هذا الدين من خلال وسائل اعلام او ميديا او خلافه. احنا في عندنا فرصه ان بابا الفاتيكان موجود في لبنان، في دوله عربيه دلوقتي. مهم جدا ان احنا يحصل نوع من التواصل ما بين بابا الفاتيكان وشيخ الازهر فضيله الشيخ، يحطوا مع بعض شكل صياغه لمطالبه للامم المتحده والعالم الدولي بانه يحط نوع من التجريم لكل ما هو دعاية أو إعلام ضد يزدري الأديان أو أحداث أو أفعال عامة تزدري الأديان. ده مهم جدا ان يبقى في نوع من المطالبه. وفي عندنا جهات وهيئات موجوده، منظمات مجتمع مدني ومنظمات دوليه ولجنه لحوار الاديان، وفي عندنا ناس كتير جدا ممكن يساهموا في هذا الموضوع، ويحصل مؤتمر عالمي في يؤيد هذا الفكر، ويبقى فيه ممثل فيه الازهر الشريف وبابا الفاتيكان كزعامات لهذه الديانات الضخمه والعظيمه في العالم ككل. احنا في الاخر لازم نرتقي بفكرنا الحضاري، ويبقى في مطالبه للامم المتحده يبقى ده قرار دولي. زي وعلى سبيل المثال، ولكن للاسف لازم اضرب المثال ده، زي معاداة السامية. يعني انتي سيميتيزم على مستوى العالم دي جريمة كبيرة جدا. يعني جارودي المستشرق الله يرحمه اللي توفى، وكان كاتب حط بعض الكتابات بتاعته منها اساطير دولة اسرائيل وخلافه، وبيقول اتهم بالمعاداة السامية. بعض الصحفيين والكتاب المصريين اتهموا بالمعاداة السامية. بعض الممثلين على مستوى العالم كانوا بيهددوا انه لو عمل فيلم او في سيناريو معين اتكلم على حاجه ضد اسرائيل انه هيتم ملاحقته قضائيا. وبقى موجود في دول العالم ككل، في فرنسا وفي المانيا، وفي مطاردات غير عاديه لكل من يحاول ان يتحدث عن اسرائيل او عن اصول الاسرائيليه او عن الهولوكوست. وده قصه كبيره طبعا، اللي هي افران الغاز ويشكك فيها وفي الاعداد بتاعتها، ملاحقات غير عاديه ليه. فمن باب اولى ان لما اتكلم عن الاديان السماويه اللي احنا كلنا معترفين بيه على مستوى العالم، من المنطق ان انا اجرم اي حد انه يزدري هذه الاديان، ويجب ان نحترمها جميعا احتراما لمعتقدات الاخرين. تمام. ومن ناحيه تانية طبعا جزئيه التعبير عن الغضب والى اخره محتاج توعيه شديده، ووضع افضل واسلوب افضل في توصيل مفهومنا او راينا، بان احنا منتقدين ده، انما مش بالطوبه اللي انت هتحدفها، ولا بانك تعور واحد ولا تقتل واحد، ولا على مستوى الربيع العربي ككل انك كده نجحت. لا، النجاح مش ده. النجاح انك توصل رايك على المحافل الدوليه ويبقى ليك تاثير ضاغط من خلال المحافل الدوليه. يا جماعه احنا ككل كمحافل دوليه بنتكلم فيها، بنقول احنا المفروض ان احنا نجرم ازدراء الاديان كلها، مش الدين الاسلامي فقط لا غير. انا عارف طبعا ان فضيله الشيخ الازهر تحدث عن الاسلام بصفته يعني راس منظومه كبيره جدا العالم الاسلامي بيحترمها على مدار العصور، ولكن يهمنا يبقى كل المطالبه بتاعتنا مع بابا الفاتيكان ومع شيخ الازهر انهم يطالبوا بمنع ازدراء الاديان ككل. تمام. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي مصر موقعة عليها 2005، ويمكن الجرايد يعني كانت بتتكلم أو طراطيش كلام، ولكن يعني لسه المسائل مش واضحة قوي عن شكل الأجهزة الرقابية زي الرقابة الإدارية وزي الجهاز المركزي للمحاسبات. ويمكن كان الشروق بيتكلم في المسألة دي، لكن لسه الأمور مش محسومة في الدستور الجديد. طيب الاتفاقية، وعايزين نكمل. إيمان بتقول لنا دقيقة. ماشي يا إيمان، ماشي. دقيقة وهنعمل ايه؟ وهنخرج لفاصل. طب نديها باكو بسكوت بما اننا بنفسد في الاذاعه في راديو مصر، نفسدها ونديها باكو بسكوت عشان تسيبنا دقيقتين. طيب هو احنا اتكلمنا طبعا المره اللي فاتت على المقومات الاساسيه، علشان بس الناس تبقى فاكره ايه المقومات الاساسيه اللي المفروض تبقى موجوده في اي دوله لبدء برنامج مكافحه فساد. وقلنا اول حاجه فيها الاراده السياسيه. تمام.
يجب أن يكون هناك إرادة سياسية للسلطة الحاكمة والنظام السياسي الموجود في الدولة بأنه هو فعلا عايز يكافح هذا الفساد. وضربنا أمثلة، قلنا قبل كده الكلام كان بيبقى مجرد شعارات رنانة. في سنة 80 الرئيس السادات لغى الرقابة الإدارية علشان ابتدت تعدي خط أحمر معين عنده. كان حسني مبارك أو الرئيس حسني مبارك السابق حسني مبارك كان برضو في وقت من الأوقات مضى صادق على اتفاقية الأمم المتحدة، مصر صدقت عليها اتفاقية الأمم المتحدة سنة 2005، ووقف تماما أي أنشطة أو تفعيل لهذه الاتفاقية، علشان هناك جزء طبعا أي واحد هيبص عليه وهو عملية استرداد الموجودات او استرداد الاموال المهربه من الانظمه الفاسده اللي كانت بتحكم بعض الدول خارج هذه الدول. تمام. احنا عايزين نقول سريعا الاربع مقومات اللي احنا اتكلمنا فيهم في 30 ثانيه او يمكن اقل من 30 ثانيه. لا ده صعب جدا، انما هحاول يعني هقراهم بقى من الورق. تسكير. النقطه الثانيه وهي الشفافيه وتحقيق الديمقراطيه في هذه الدوله. مهم قوي شفافيه تداول المعلومات وبياناتها والاحداث الفساد اللي موجوده والقضايا اللي بتبقى موجوده فيها، وحريه ابداء الراي. وبقولها مره اخرى، حريه ابداء الراي. البند الثالث وده يمكن اثبتناه في حديثنا المره اللي فاتت، في الحلقه اللي فاتت مع بعض المتصلين في جرائم فساد، وهي حمايه المبلغين والشهود. دي نقطه اساسيه مهمه جدا. النقطه الثالثه او الرابعه هو عمليه تشكيل هيئه تحقق استقلاليه لاجهزه مكافحة الفساد. الهيئة دي بتجمع هذه الأجهزة كلها وتصب فيها ككل، والهيئة دي ما بتلغيش استقلالية كل جهاز ولا الهيكل التنظيمي ليه والجهات اللي بيختارها أو بيختارها بتقارير مكافحة الفساد بتاعته أو تقارير الفساد، ولكن الهيئة دي ليها أعمال تنسيقية وليها أعمال رقابية وتنسيقية من داخل أجهزة مكافحة الفساد اللي موجودة داخل الدولة. تمام. الأربع مقومات المفروض يكونوا موجودين علشان تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة. هنكمل معاكم بعد الفاصل، وإحنا بنحمي الشهود اللي عنده قضية فساد، اللي عايز يتكلم عن فساد شافه فساد يعني تداخل فيه وحاول ان هو يصلحه، يكلمنا على 257939195 او على SMS 8870. وكان معانا الاسبوع اللي فات حاجتين مهمين جدا، من ضمنهم يعني حالتين او 3 خاصين بالصندوق الاجتماعي. ومكملين معاكم وكلام وسط البلد على راديو مصر. راجعين بنكمل كلامنا معاكم مع الأستاذ مدحت الشريف، الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية، وعن يعني أهم أو صورة عامة عن بنود اتفاقية مكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اللي مصر وقعت عليها سنة 2005. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دي اتفاقية جت بعد دراسات طويلة ونوع من الإسهاب في بحث كيفية تطبيقها على دول العالم المختلفة. ويعني خليني أقول إن ممكن تكون وصلت لما يقارب 10 سنوات تقريبا من الدراسات وخلافه. وفي 2003 ابتدت المعالم بتاعت الاتفاقية بتتضح، واعتقد كان الكلام ده في عصر سكرتير العام الامم المتحده كان كوفي عنان في الوقت ده، وكان القى كلمه كانت هايله. انا متذكر لغايه دلوقتي ان هو يعني اهم ما اتقال فيها ان احنا تعبنا كتير جدا عشان نوصل للشكل ده بتاع مكافحه الفساد. انه مكافحه الفساد دي اللي احنا بنحطها والاليات اللي احنا بنضعها دي كانت متوافقه مع فكر معظم دول العالم باختلاف مستوياتها الاقتصاديه والسياسيه، وان دي بدايه يجب ان يضعها العالم لرفاهيه الملايين من البشر اللي بيعانوا من الفساد. وزي ما قلنا قبل كده ان الفساد ده شر، وكل حاجه في الدنيا فيها شر وفيها خير، كل مكان في الدنيا فيه شر وفيه خير. الاتفاقيه كان اساسها طبعا هي اتفاقيه كبيره مش صغيره، تقريبا عدد صفحات حوالي 53 صفحه، تطرقت لأهم الموضوعات اللي ممكن تكون موجودة في معظم دول العالم، لأنها كانت ناتجة من دراسة واقعية. وزي ما حضرتك تفضلت مصر صدقت عليها في 2005، وحتى وقتنا الحالي لم يفعل أي نشاط من أنشطتها. ولو احنا قعدنا استعرضنا الاتفاقية واستعرضنا حالات الفساد اللي كانت موجودة في مصر قبل الثورة وحالات الفساد ما بعد الثورة اللي لازالت مستمرة،
لو طبقت هذه الاتفاقيه خليني اقول بنسبه 75% في مصر، اعتقد احنا يعني هيحصل طفره في اساليب التعامل الحكومي والاداري والمالي داخل الدوله وداخل القطاع الخاص كمان، وهتدي فرصه كبيره جدا لجذب المستثمرين من الخارج. احنا بنسعى كلنا والمؤسسه الرئاسه والحكومه ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسيه لجذب استثمارات لمصر لتحسين الحاله الاقتصاديه لمصر وامتصاص البطاله اللي موجوده ودعم مصر بتكنولوجيا حديثه. كل الكلام ده مش هيجي الا لما هكافح الفساد، وهبقى صادق في هذه المكافحه وعندي الاراده السياسيه الواضحه والتطبيقات العمليه على الواقع عشان اقدر اكافح هذا الفساد. الفساد بيهرب الاستثمارات الاجنبيه من الخارج، الفساد بيعمل نوع من الاحباط للاستثمارات والمستثمر الصغير، لانه هو ما عندوش القدره انه يدفع تكلفه الفساد زي المستثمر الكبير. الفساد بيدي فرصه للناس اللي بتشغل سلطات داخل المنظومه الحكوميه او داخل الدوله او داخل النظام الحاكم في الدوله، انه بيديله فرصه انه هو يحصل على مزايا مش بيحصل عليها المواطن العادي في استثماراته، في حتى الخدمات اللي بتقدم للمواطن العادي عشان يدخل عداد كهرباء او يدخل ماسوره ميه او طيب الشكل العام للاتفاقيه كانت بتستهدف عدد من النقاط. بس ما ناخد الشكل العام، يعني في اتفاقيات الدول لما بتوقع عليها بتبقى ملزمه للدول بتطبيقها. هل الاتفاقيه دي يعني الكلام ده يسري عليها، ولا الاتفاقيه دي بنوقع عليها وممكن اطبقها وممكن اركنها زي ما هي مركونه كده يعني من 2005 لغايه دلوقتي؟ لو بنتكلم على مفهوم القانون الدولي العام فأنا ملتزم بتطبيق الاتفاقية طالما أني وقعت عليها، ولكن دايما في الاتفاقيات الدولية بتلاقي في بعض البنود اللي بتحافظ في الآخر على أن هناك سيادة الدولة وأن كل دولة لها الحق أن تبدي اعتراضاتها أو تؤجل جزء، يعني دايما بيوارب الباب في الآخر، ما تبقاش الاتفاقية ملزمة بنسبة 100%. الاتفاقيه دي بالذات كانت بتتكلم على تطبيق الواضح للبنود المتفق عليها، وحتى في الاخر برضو نفس الجزء ان اللي عايز يعني ينسحب من هذه الاتفاقيه يبلغنا قبلها بسنه وبعد السنه ينسحب. لكن هو العادي ان بتلاقي برضو انا ماضي على الاتفاقيه موقع عليها ومصادق عليها ولكن لا انفذ بنودها، وما بيحصلش نوع من التداخل. انما بلجأ لها امتى؟ اما ببتدي احتاجها. يعني زي ما قلت المره اللي فاتت في الحلقه الاولى بتاعت مكافحه الفساد اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت، قلت ان الكسب غير المشروع في مصر رفع قضيه من حوالي 4 شهور او تقريبا في بريطانيا، رفع قضيه علشان استرداد الاموال المهربه في الخارج بناء على الاتفاقيه دي. بناء على الاتفاقيه دي. ويمكن احنا عرفنا اهو من حوالي اسبوعين ان الصحافه البريطانيه عملت فضيحه للسلطات او الاجهزه الحكوميه البريطانيه بانها عتمت على بعض الحسابات اللي كانت موجوده لرموز الفساد. فالاتفاقيه ملزمه في اطار العرف الدولي، والقانون الدولي المفروض ملزم بالاتفاقيه، ولكن في النهايه دايما بيحط بنود بتحافظ على سياده الدول تمام. احنا معانا على التليفون دكتور سيد الباز رئيس منطقه مصر اوروبا الصناعيه في وادي النطرون. اهلا وسهلا دكتور سيد. اهلا بحضرتك. اولا انا شاكر جدا لحضرتك وللاستاذ مدحت الشريف اهتمامكم بموضوعنا. العفو. ومش عايز اكرر الشكر واكرر انكم ناس عندكم مصداقيه انكم بتتيحوا لنا ان احنا نتكلم مره واثنين. احنا عايزين حضرتك تدخل في صلب الموضوع. انا بشكرك طبعا على ببساطه شديده جدا. انا دخلت مع حضرتك من اسبوعين واتكلمنا عن ان عندنا البلطجيه بيجوا يستولوا على المصانع عندنا في وادي النطرون وبيحملوا اسلحه آلية واسلحه متقدمه، وقابلت السيد مدير المباحث في المسؤولين في مديريه الامن ونزلوا قابلونا في وادي النطرون في المركز ووعدونا ان هم هيقضوا على هذه الظاهره ويمسكوا الناس دول. بعد مره واثنين وثلاثه وقالوا لنا لا هنمسكهم ثبت ان ما بيمسكوش حد ولا بيعملوا حاجه. الجديد بقى انا قابلت السيد مأمور مركز وادي النطرون النهارده وقلت له احنا عندنا مصنع زيت زيتون ده بيشتغل 90 يوم في السنه، ده ايطالي. زاروا رئيس وزراء الايطالي بيرلسكوني 4 مرات لانه هو من اهم المصانع صناعه الزيوت في ايطاليا واسبانيا والكلام ده. رحنا النهارده عشان نبتدي، احنا بنشتغل 3 شهور بس في السنه 24 ساعه في اليوم.
وخدت ناس معايا، فوجئنا بان المصانع مقفوله ومستولى عليها البلطجيه. خدت نفسي وانا بحكي الوقائع اللي حصلت معايا النهارده، ورحت للسيد مأمور وادي النطرون وقلت له على الواقع. قال لي لا انا ما اقدرش اروح عندكم، هم معاهم قنابل واسلحه آلية، انا مش حملهم. طب يا فندم ابعت معايا عسكري يبص من بره عشان انا عندي تصدير للخارج وهيتخرب بيتنا لان في غرامات تصدير ومش هنقدر نشتغل. قال لي لا ولا عسكري ولا حاجه، اتصرفوا مع الناس دي. انا بس السؤال اللي بساله، اتصرف مع الناس يعني ولا حتى مثلا هيبلغ قياداته ورؤسائه علشان حمله مثلا؟ يعني ما فيش كلام عن يعني يا فندم اللي بقوله لحضرتك بالنص. الحاجة الثانية هناك لا مبالاة كاملة. أنا عايز أسأل إيه علاقة الناس دي بالبلطجية؟ ده السؤال اللي أنا بحطه تحته مليون علامة استفهام. الحاجة الثالثة، السيد وزير الداخلية عرضنا عليه مستعدين نعمل أقسام شرطة على حسابنا وندفع مرتباتهم من جيبنا. هاتوا بلاش دي، هاتوا شركات من عندكم. عرضتوا العرض ده فعلا على السيد وزير؟ عرضنا رسمي يا فندم. واخد بال حضرتك؟ بناء على اللي هو قاله في الجرايد واحنا جاهزين. عندنا أماكن مش عايز أقول لحضرتك أفضل أماكن تتخيلوها، هاتوا لنا فيها شرطة واحنا مستعدين نتحمل التكلفه كامله، والكلام ده موجود عند السيد مدير امن البحيره بخط ايدي. حاجه ثانيه قالوا عندنا شركات ممكن الشركه، قلنا لهم واحنا جاهزين ومستعدين يا معالي الباشا. سياده الرئيس رايح ايطاليا ورايح مش عارف ايه عشان يجيبوا مستثمرين. احنا بنعتبر احنا ايه؟ احنا انهي طبقه من الناس؟ احنا كمستثمرين مصريين، احنا يا جماعه بدل ما اهتموا بالاخرين لكن ادونا 1 في المليون اهتمام. طيب. الجا لمين؟ دكتور سيد عايز استفسر من حضرتك بس على حاجتين بعد اذن حضرتك. هو عدد المصانع اللي في المنطقه دي قد ايه تقريبا؟ عندنا 4 مصانع يا فندم. لا هم 4 بس، يعني هو المنطقه كلها الصناعيه دي فيها 4 بس؟ 4 المفروض المقرر لها حسب هيئه التصنيع يبقى فيها 200 مصنع بشرط توافر الامن. طب بقى لها قد ايه منشأة المنطقه دي؟ لا المنطقه دي منشأة من زمان يا فندم، ما كلفناش الدوله من ايه السبب؟ دي بس فرصه يا دكتور سيد، انا عندي 3-4 اسئله بس وهسيب حضرتك تكمل. اتفضل. انا بس ايه السبب من وجهه نظرك من سيبنا من موضوع الامن دلوقتي اللي بنتكلم عليه في الوقت ما بعد الثوره؟ حضرتك مع اللي انا فهمته ان المنطقه دي كمنطقه صناعيه المفروض انها موجوده من قبل الثوره. ايه السبب ان لغايه دلوقتي ما فيش غير 4 مصانع بس اللي اشتغلوا فيها؟ لا اهتمام يا فندم. بص يا معالي الباشا، اهتمام لان المنطقه دي منطقه خاصه بينا، الدوله ما تكلفتش فيها مليم واحد، كلها بالمرافق الاساسيه على حسابنا احنا، والدوله بتعتبرها نموذج صناعي متكامل. طيب حجم الاستثمارات اللي في المنطقه الماليه قد ايه؟ يعني هي دي المفروض شركات مساهمه أيوة ولا شركات مساهمه؟ راس مالها المصدر كام وراس مالها المدفوع كام؟ احدى الشركات 10 راس المال المدفوع 10 في احدى الشركات، وفي الثانيه 24 وراس المال المدفوع المصدر كله في حدود 34 مليون جنيه، راس المال المصرح به في حدود 250 مليون جنيه. الدولة ما كلفتش مليم واحد. احنا عاملين طريق مرصوف ب3 كيلو من الطريق الصحراوي اللي عندنا، احنا اللي عاملينه على حسابنا. عندنا 2 محطة ميجا واط، الواحدة ميجا واط على حسابنا. عندنا 2 ابار مية على حسابنا. دكتور سيد حاجة تانية بعد اذن حضرتك، دلوقتي اللي انا فهمه اللي انا شايفه دلوقتي اللي سمعته من حضرتك المرة دي وسمعته من حوالي اسبوعين على ما اتذكر، ان حضرتك اتكلمت على ان لقيت ناس من اعراب المنطقة نفسها معاهم اسلحة آلية منعوا دخول الناس المصانع ولا زالوا موجودين بالاسلحه الاليه بتاعتهم داخل هذا المكان. النهارده انا شفتهم هناك. حضرتك شفتهم هناك ورحت للسيد المأمور وقلت له هذا الكلام. طيب اخر مره انا سمعت برضو من حضرتك ان كان في لقاء مع السيد وزير الداخليه، وده اللي اثار موضوع غفير الدرك مره ثانيه على حسب ما فهمت. ايوه ده بالظبط. الوزير كان مع المسؤولين كبار. طيب المسؤولين في الوزاره. السيد الوزير بعد ما خلص اللقاء ادى لحضرتك ارقام تليفونات مين تتابع معاه؟ يعني قال لكم تابعوا مع مين؟ مع سياده اللواء هاني. وسياده اللواء هاني ده وظيفته ايه وفين مكانه؟ ده رئيس الاعلام المركزي او حاجه زي كده. ده في الوزاره يعني. طب هل حضرتك رجعت له تاني دلوقتي بعد الموقف اللي حصل ده؟ قال لي هيرد عليا. ده اتكلمته النهارده يعني؟ وقال لحضرتك هيرد عليك. يا فندم انا بس عايز اقول حاجه. هي بس اللي احنا فاهمينه دكتور سيد ان الوقت طبعا مش بيسعفكم على يعني الروتين والتطويل، لان الواضح انت بتقول بتشتغل 3 شهور بس. يا اشرف بيه، لا ده في مصنع واحد. في مصنع واحد. تمام. الزيتون بس يا معالي الباشا. انا السؤال اللي بساله كمستثمر مصري، خدت فلوسي وحطيتها في استثمارات، الجا لمين؟ هل الجا لسياده الرئيس؟
هل هو يدينا جزء؟ هل الجا لرئيس الوزراء؟ قولوا لنا يا جماعه، طب اسمحوا لنا بحاجه واحده مستعدين نعملها، مستعدين ناخد المكن بتاعنا ده وهنروح بيه احد الاماكن الثانيه. انت بتقول حضرتك المنطقه 4 مصانع والمفروض يعني تكتمل كلها تبقى 200 مصنع. هل في مصانع في رجال اعمال المفروض ان هم يعني كانوا هيفتحوا او الى اخر الاجراءات دي ومش راضيين يفتحوا علشان مثلا اللي انت بتقول عليه الامن؟ يا معالي الباشا اتفضل. احنا عندنا 2 شركاء صينيين اللي احنا قاعدين نقول هنجيب الصين، احنا جبناهم وشغالين معانا في مصنع عندنا، وجايبين الايطاليين في مصنع تاني، يعني احنا جايبين استثمار اجنبي متخصص. عندنا طلبات من مستثمرين كتير جدا. دكتور سيد انا خلاص انا من وجهه نظري الشخصيه طبعا انا راجل مستقل، انا لا اتبع مش موظف في راديو مصر ولا موظف في الحكومه. انا بس بقول لحضرتك من حق حضرتك انك تطالب بده تماما، ومن حق حضرتك وانا بقول على الهوا اهو ان يبقى في رد من وزاره الداخليه واضح، لان حضرتك اتكلمت على وسيله اعلام. انا اللي بقول لحضرتك من حقنا ان وزاره الداخليه ترد علينا على الهوا ايه بالظبط الموقف. احنا ما عندناش استعداد ان نلاقي وادي النطرون في يوم من الايام بقى سينا اخرى، والاقي ناس معاهم اسلحه وبيفرضوا الامن من وجهه نظرهم هم وبيشتغلوا بشكل من البلطجه. احنا ما عندناش استعداد لهذا. مهم جدا يبقى في تحرك، وبقول زي ما ضم صوتي لصوت حضرتك ده اللي اقدر استطيعه على الهواء. يجب ان يكون هناك تصرف حازم من وزاره الداخليه في هذا الامر وترد علينا ايه اللي هنعمله. مستنيين الرد فعلا من وزاره وانا شايف برضو من وجهه نظري، ما اعرفش برضو، انا مش بقول لحضرتك انا مش موظف في راديو مصر ولا بعمل لصالح راديو مصر. انا بتكلم، انا هوضح لحضرتك. انا شايف كمان ان راديو مصر مهم ان المراسل بتاعنا في وزاره الداخليه يتصل باللواء هاني ويقول له احنا محتاجين من حضرتك رد، لان الراجل ده تاني مره يتصل. انا بقول الكلام ده ومعايا الاستاذ اشرف سامع، وبتهيألي لازم يبقى فيها تحرك في هذا اليوم، لان انا حاطط نفسي مكانك. انا حاسس ان مطعون في ظهري. اتعشم ان يكون الرد يا مدحت بيه. انا بس عايز اقول حاجه النهارده. انا مقابلتي للسيد المأمور والكلام اللي قاله لي، انا النهارده بقول لحضرتك بس بامانه انا مش هشتغل في البلد دي. انا يا عم هاخد فلوسي واحطها في بنك ومتشكرين. عندي 700 واحد شغالين ما يلزمونيش. ارجو يعني احنا ان شاء الله يكون في رد، يعني نتعشم من الدكتور سيد الباز. انا بتكلم عن حالتي والله. والله انا حالات كتيره. تمام يعني اعمل ايه؟ اطلع الطريق الصحراوي؟ احنا ضامنين صوتنا لصوت حضرتك. احنا مستنيين. انا اتوقع ان شاء الله يكون اتوقع دكتور سيد ان يكون ان شاء الله في رد من وزاره الداخليه ورد حاسم، ويمكن قبل ما ينتهي البرنامج، الله اعلم. هنخرج لفاصل. بشكرك على مداخلتك دكتور سيد الباز رئيس منطقه مصر اوروبا الصناعيه في وادي النطرون. قال لنا مشكله ممكن تكون حاصله لناس كتير جدا، ولكن مشكله دكتور سيد كبيره جدا. انتم لسه مع نسرين عكاشة واشرف الزيات وكلام وسط البلد. راجعين بنكمل معاكم كلامنا ومع الاستاذ مدحت الشريف الخبير في الشؤون السياسيه والاقتصاديه، وفي انتظار ممكن يعني رد من وزاره الداخليه، رد من السيد وزير الداخليه على المشكله اللي عرضها الدكتور سيد الباز رئيس منطقه مصر اوروبا الصناعيه في وادي النطرون، لان المشكله فعلا كبيره جدا واستثمارات كبيره، واحنا عايزين نجيب استثمارات، مش الاستثمارات انها تهرب. ختام المكالمه الحقيقه بتاع دكتور سيد يعني ما كناش نتمنى ان هو يقول كده، ولكن هو عايش حاله احنا مش عايشينها، ملتمسين له كل العذر ان هو بيقول يعني انا هاخد فلوسي ومش مشكله 700 عامل وامشي بقى من البلد او احطهم في البنك او الى اخره. خلينا نرجع معاك مره ثانيه استاذ مدحت شريف عن اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد. طيب ناخد التليفون الاول. معانا استاذ جمال، اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور اشرف حبيبي، والله العظيم انا بحبك جدا. الله يخليك، اهلا بحضرتك. والله انا متابع حضرتك والله العظيم يوميا. والله العظيم متابع حضرتك كتير ابقى عايز اكلم حضرتك والله العظيم معاك. اهلا بيك استاذ جمال. حضرتك فعلا يعني ربنا يبارك لنا فيك. الله يخليك والله العظيم. والله العظيم مش الموضوع استاذ جمال، مش جمال ومش يعني مش مجامله ولا حاجه والله يا دكتور. والله الله يخليك. انا اسمي جمال سعيد نافع، حضرتك ساكن في دار السلام، منطقه اسمها عزبة خير الله. يا عزبة خير الله، ماشي. احنا يعني انا على فكره عرفت الموضوع كده مبدئيا، بس يلا قول. الموضوع سعادتك ان المدرسه اللي احنا فيها بنتي اسمها مدرسه ابو بكر. المفروض من السنه اللي فاتت الميه المجاري ضربه في المدرسه
من السنه اللي فاتت، واخد بال سعادتك. رحنا النهارده عشان نودي الولاد المدرسه، لقيناهم قافلين المدرسه، وقال لك لا احنا نقل لهم مدرسه ثانيه اسمها المجمع على شرق الفيوم، واجرك الله بقى من سواقين الميكروباصات بقى بتاع دار السلام ما تعرفوش سعادتك يعني هو العربيات هناك اجرك الله، والزباله بقى اجرك الله كمان يعني على شارع الفيوم العمومي، شارع دار السلام العمومي الفيوم، اجرك الله من الزباله يعني مش منطقه يعيش فيها بني ادمين، واخد بال سعادتك. فمش عارفين نعمل ايه. طبعا الناس كانت عايزه تيجي النهارده وتطلع على الدائري اللي احنا جنبنا مباشره الدائري، وكانت عايزه تقفل الدائري ومش عارف ايه والكلام ده. قلت لهم يا جماعه مش هينفع الكلام ده كله، احنا نرضى بالامر الواقع، بس كده مش هينفع سعادتك يعني. دي مشكله. المشكله الثانيه بقى سعادتك، احنا عندنا دار السلام دي منطقه فظيعه، مفيش شارع ما فيهوش 3-4 بيوت بيفحتوا يدوروا على اثار. واخد بال سعادتك؟ مفيش شارع ما فيهوش 3-4 بيوت. في ناس بتلاقي في ناس بتلاقي وفي ناس ماتت، في ناس ماتت كتير يعني. تمام. وبعدين المنطقه صخريه كلها وحاجات، الواحد بيخاف على المنطقه بصراحه يعني، الواحد بيحب البلد دي وكده، فخايف على المنطقه. الناس هنا على قد ما هي يعني عشوائيه، بس ناس طيبين والله ناس طيبين جدا جدا. طب حضرتك توجهت بالمعلومه بتاعه البحث عن الاثار دي لاي جهه بلغت عنها؟ حضرتك حصلت مشكله هنا من كام شهر، وجي الجيش والشرطه في جماعه سحبوا جوه الارض، سحبوا ما تعرفش سحبوا ازاي، وفي ناس راحت المستشفيات وكده يعني، كانوا حوالي 7-8 مع بعض، فيهم 3-4 في المستشفى، وواحد اتجنن واثنين 3 تاني ما لقوهمش. طيب الداخليه والجيش عملوا ايه؟ ولا عملوا اي حاجه. ولا عملوا اي حاجه، مش جديده يعني سعادتك يعني ربنا يحل المشاكل كلها ان شاء الله. استاذ جمال معنا على التليفون. استاذ محمود، اهلا وسهلا استاذ محمود. السلام عليكم استاذ اشرف. اهلا بحضرتك. اهلا. انا مبسوط ان انا تاني مره في اسبوع واحد اكلم حضرتك يعني. اهلا بيك دايما. ازي حضرتك؟ طبعا انا عايز بس انوه لحاجه صغيره، ان في فرق بين الفساد وبين الاهمال، لان المستمع اللي قبلي كان بيتكلم على قضايا اهمال مش فساد. تمام. فساد هو ان يكون الجهاز التنفيذي ده يعني هو طبعا في اهمال طبعا، ويمكن يعني هو قال تساؤل كده، ايه العلاقه ما بين الاعراب او العرب اللي موجودين هناك وما بين يعني جهات هو سماها جهات حكوميه وجهات الدوله، ولكن يعني الله اعلم. طب انا عشان مش هطول على حضرتك، انا يعني اتكلمت مع حضرتك في الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده اكتر من 2 سنين كده، وكنا على امل ان يحصل تحرك من محافظه الجيزه، لكن لم يحدث شيء. الموضوع ده بقالنا فيه اكتر من 4 سنين، متقدم فيه اكتر من 8-9 شكاوي. ده موضوع بردك استيلاء على اراضي، ولكن مش اراضي دوله. في بعض الاراضي في مناطق يمتلكها الناس دي توفاها الله، ملهاش وريث. في ناس معينه جوه الدوله بتبحث عن الاراضي دي، بتتعاون مع افراد ان يروحوا يعملوا عقود على الاراضي دي. يعني في حالات معينه يا استاذ؟ ده حاله، عندي حاله بعينها متقدم فيها اكتر من 9 شكاوي، مساحه اكتر من فدان او يقل شويه، حوالي 3-4,000 متر. اتقدمت الحي العمرانيه على مدى 3 رؤساء احياء. الوحيد اللي كان واقف جنبي اول واحد اللي هو احمد يحيى، ماسك دلوقتي هو العجوزه، وانا بشكره جدا لتعاونه، كان متصدي ليهم بشده. اتنقل من هنا، خلاص الموضوع انتهى، والناس ابتدت تبني اسوار ويبيع في الاراضي وي. قدمت شكاوي كتير للمحافظه، بقى ينزلوا 90% من الناس، لان الشخص المستولي ده ليه نفوذ غير طبيعي، بيدفع فلوس بالعبيط، والمحافظه تعلم ذلك، واسمه مشهور جدا عندهم لانه كان عضو مجلس محلي زمان، فكان ليه علاقه بالناس. الكلام ده انا يعني عندي المستندات، ونفسي اقابل محافظ نفسه عشان اقدم له، لان انا لما بنزل محافظ الجيزه تمام. كل ما اقدم تحت يرد عليا. حتى المحافظ الجيزه عامل خاصيه جديده اللي هي على الانترنت، الشكاوي عن طريق موقع المحافظه. قدمت 4 شكاوي بترد عليا فيها ردود غريبه، لحد ما في الاخر من سنه عملوا لي انا قضيه، وطبعا انا خدت فيها براءه لان كانت قضيه كيديه، بس هي تهديد من الحي، من رجاله الراجل، عشان ابعد عن الموضوع.
انت متخيل الموضوع وصل ليه؟ ان انت بتدافع عن منفعه عامه. شارع ارض دي حته صغيره زائد الشارع 30 متر، خد نص الشارع زائد الارض. الشارع بدل ما هو 30 متر عملوا الوقت 12 متر، وخد نص الشارع العمومي اللي هو 30 متر شارع الدكتور محمد فؤاد، زائد بخلاف ان هو استولى على ارض مش ملكه. واللي بيروح يشتري منه حضرتك بيديله عقدين، عقد الراجل الاولاني اللي جابه كتب باسمه الارض عشان يبيع له، عشان يبقى في عقدين لما يجي يبيع لحد، لكن العقد الثالث مش موجود. يعني هم جايبين قول لي المشكله دي اتكررت قدامك في كام حاله؟ في المنطقه هناك عندنا اكتر من 3 حالات، كان قبل الثوره 3 حالات واستولى عليهم وباعهم لناس وبنوا بيوت ودخلوا كهرباء وخلاص، ما عدا الحاله دي اللي يعتبر الحمد لله العبد لله اللي واقف له في اكتر من 4 سنين دلوقتي مش عارف يتصرف في الارض. بس طبعا انا بقول لك كده وممكن يكون بيدبر لي، يعني انا نقلت من المنطقه خالص عشان ابعد ان هو يصطاد حد من ولادي، يزيل عربيتي، يعمل. استاذ محمود، اللي انا شايفه دلوقتي ان في شكل من الفساد ما بين الراجل ده وما بين اجهزه هو ده عشان كده اتكلمت، ما بين اجهزه المفروض بين حي العمرانيه وبين بعض الموظفين في محافظه الجيزه. حضرتك ليه ما توجهتش لهيئه الرقابه الاداريه تقدم شكوى مكتوبه بالكلام ده وتوضح لهم التفاصيل دي، لان الرقابه الاداريه لها تعامل اقوى واسرع في هذا الاجراء؟ ليه ما فكرت؟ صدقني انا فكرت، بس ساعتها كانت الثوره قامت، وحصل لما رحت عند الرقابه الاداريه اللي هي في شارع النزهه قالوا لي يعني بص حضرتك انت ممكن تبعته لنا بالبريد لان في مشاكل كتير، وحاولت اجيب واسطه عشان اخش الرقابه اقابل حد من الناس عشان اعرض عليه المشكله واديله الورق اللي معايا او المستندات، لان انا عندي تقرير من مين اللي قال لك ان في حالات كتير؟ الامن اللي تحت. لا انا اعتقد ان الوضع قد يكون زي ما حضرتك بتقول، انا ما اعرفش طبعا ده كان حادث في الوقت ده ولا لا. ده كان ايام الثوره بالظبط، كان في شهر فبراير 2011. ايام الثوره الوضع مختلف، انما انا شايف ان لو حضرتك خدت شكوى كامله او تقرير موثق وبقى سلمته في هيئه الرقابه الاداريه، اعتقد ان هيبقى فيه متابعه اقوى واسرع بكتير من اللي حضرتك متخيلها، لان دلوقتي احنا بنتكلم في مكافحه فساد، وهيئه الرقابه الاداريه عندها القوى الفاعله في هذا الاجراء، وانا واثق ان هيكون ليها رد فعل ايجابي. وبرضه حضرتك تابعنا بعد ما تقدم الشكوى، كلمنا تاني قول انا عملت 1 2 3 4. يا ريت يا ريت يا ريت حد من الكنترول كمان يبقى فيه تليفون باشا. انت عارف ان راديو مصر التليفون بتاعه يعني انا بوصل له. احنا نتواصل معاك استاذ محمود، نعرف يعني خلال الاسبوع ده نكلمك الاسبوع اللي جاي نشوف الدنيا حصل فيها ايه. بشكرك على مداخلتك، بس هي حلقه ايجابيه طبعا، هو يعني حلقة، لكن هو خسر المكان اللي هو عايش فيه لان خايف على ولاده وبيته وعربيته. ده يمكن حضرتك بتتكلم عليه عنه اللي هو قانون حمايه المبلغين والشهود. حد ذاتها كارثه ان هو طبعا هو بيقول الشكوى بتاعته على الهواء، احنا مش عارفين مدى الحقيقه فين، ولكن التفاصيل اللي هو بيقولها يجب ان تبحث بالتاكيد، والاجهزه الرقابيه مش هتقصر فيها. وفي نفس التوقيت هو لو فعلا منزه عن اي اغراض شخصيه او ان هو غرض عام، فبالتاكيد احنا كلنا نقول له يعني احنا بنشكرك على انك ضحيت بنفسك وضحيت باسرتك، ولكن ده مش المفروض خلال المرحله اللي جايه. لازم يبقى في قانون لحمايه المبلغين والشهود. تمام. من الرسائل اللي جات لنا برضو حد بيقول لن نقضي على الفساد بانفسنا وايدينا فلا ننتظر إن لم نقضي على الفساد بانفسنا وايدينا فلا ننتظر شيء من متحده او منحله ومجلس بلا امن. ماشي، ده على حسب طبعا صاحب الرساله. بس انا عايز ارد على دي ارجوك. مش معنى كده ان كل واحد منا هيقاوم الموضوع بايديه ولا تبقى فوضى. بالظبط، يعني كده مش هيبقى منطقي. ولكن اتفاقيه الامم المتحده وضع قواعد ونظم بتطبق، مش الامم المتحده اللي هتيجي تطبق، احنا برضو اللي هنطبق بواسطه الاجهزه الرقابيه والقانون. صحيح. حسام بيقول تحياتي ليكم ولضيفكم الكريمه. ومفهوم الفساد مخالفه القانون ام عدم وجود الضمير ام عدم اتقان العمل؟ وبيقول انا ارى ان الفساد الحقيقي يكمن في عدم الحساب على كل الكلام اللي فات. هنخرج لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. تليفوننا 257939195. كمان بناخد كل ارائكم على SMS 8870. انتم لسه مع نسرين عكاشة واشرف الزيات وكلام وسط البلد. معنا على التليفون دكتور سيد الباز رئيس منطقة مصر أوروبا الصناعية في وادي النطرون. وكان دكتور سيد عرض مشكلته ومشكلة المصانع ومشكلة الاستثمارات اللي ممكن تكون موجودة في وادي النطرون في المكان ده، وكمان
مشكله المصانع دي مهدده بالاغلاق. اهلا بيك مره تانية يا دكتور سيد. معالي الباشا، انا بس اردت اقول ان هناك اتصالين تموا بيا نتيجه لجهودكم العظيمه. الاتصال يعني تمام، اتفضل. الاتصال الاول من سياده اللواء هاني عبد اللطيف، المركز الاعلامي لمعالي وزير الداخليه، وقال لي ان احنا كنا فاكرين ان القصه خلصت وان الناس دول قاموا بالواجب زي ما انت قلت في الاول، وما كناش متصورين لهم مرافق. عند كده انا طالب منك مذكره النهارده ضروري اللي تتعرض على سياده الوزير انه ما يرضوش هذا الكلام. مش حضرتك كنت كلمته قبل ما اتكلمنا في البرنامج؟ ايوه يا فندم. طب تمام تمام ماشي. فقال لي انه بيعمل مذكره وسياده الوزير مهتم جدا، وهات هذا الموضوع النهارده ان شاء الله. ده نمره واحد. في تاني اتصال تاني من اللواء برضه من الامن الوطني، اتصل بيا وقال ان احنا ان شاء الله نشوفك بالليل او نتكلم مع بعض بالليل عشان نحل هذا الموضوع، وانهم مهتمين جدا بهذا الموضوع. فانا بس اردت ابلغ الاتصالين دول عشان اكون شاكر ونعرف ان احنا ما بنحرسش في البحر زي ما بيقولوا. لا ربنا يسهل كمان المشكله تتحل وتلحق الموسم زي ما بيقولوا. انت بتقول المصانع يعني على وشك انها تمام. ولو ما كانش جم الاتصالين دول كنت هتخيل بصراحه ان انا باجي في راديو مصر واتكلم جوه الاوضه الاربع حيطان دول بس، محدش يسمعني بره خالص. لا انا عايز اقول لحضرتك، انا حتى تلاحظ ان نفسيتي وصوتي كمان هادي، يكفي ان احنا نحس ان احنا لنا قيمه وان حد بيسمعنا. لا بالتاكيد ان شاء الله هيبقى فيه خير، بس برضه ده لازم المتابعه علشان برضه ما بقاش لاقيني ولا تغديني زي ما قلت لحضرتك من اسبوعين. وانا بس عايز اشكر مدحت بالشريف. يا بيه على ايه؟ تشكر الشكر على حاجه خالص. لا يا فندم، لا ربنا يكتب لك كل فيه خير ان شاء الله لبلدنا كلها باذن الله. يا رب. بشكرك دكتور سيد، وان شاء الله يعني نتابع مع حضرتك ويكون المساله في طريقها للحل ان شاء الله. معانا على التليفون باشمهندس محمد، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل يا فندم. والله انا بتكلم برضه على المشاكل بتاعه المستثمرين اللي جايين من بره. انا كنت واحد من المستثمرين دول اللي جايين من بره، وجيت برضه في وادي النطرون حبيت اعمل مشروع مزرعه متكامله اورجانيك. تمام. فعملت المشروع فعلا. باشمهندس محمد، لا ده كان قبل الكلام ده، انا بقول في النظام الفاسد اللي فات يعني. جيت عملت المشروع، وبعد ما عملت المشروع عملت الدراسات كلها من بره وكله مظبوط تمام. انا جيت اتصدمت بحاجه هنا مهمه جدا اسمها العامل الايه؟ العامل المصري. تمام. العامل المصري لا يصلح لاي عمل، هو كل مهمته ان هو يجي معليش يعني في الكلام ده بيجي بيحاول يسرقك. يمكن حظك انت بس. في كل العمال اللي جبتهم على مدار 3 سنين كلهم يجوا مهمتهم ان هم يسرقوك. كلهم مهمتهم ان هم يسرقوك، مش اكتر ولا اقل. طب ليه يا استاذ محمد بيبقى الراجل ده او اللي هو العامل ده ما بيطلع مثلا في الخليج او بيطلع في دوله ثانيه ايطاليا؟ ما انا هقول لسيادتك لما بيطلع بره بيبقى ممسوك ان هو لو عمل غلطه بيتعاقب. هنا المزارع اللي شغاله وبتكسب هي المزارع اللي كان ايامها في النظام الفاسد، اللي يكون شريكك واحد في الشرطه يجيب العامل يمضيه على شيك على بياض وياخد بطاقته ويحجزه ويبقى شغال بالحديد والنار. طب لو غير كده ما بيشتغلش. شلنا براها الحديد والنار واتكلمنا على ان هو بقى واخد دخل مناسب وانه بيتحاسب ان والله يا فندم انا كنت وصلت لمراحل ان انا بقول لهم خدوا 50% من صافي. 50% من صافي الربح. من صافي ومرتب. هو كان بيسرقك وما يعملش شغل، هو يفضل ان هو يسرقك لان ده اللي بيضمنه في ايده. مش يمكن يا استاذ محمد برضو الاداره في حد ذاتها ان حضرتك كنت بعيد بره فتره وما لا انا كنت موجود معاهم ساعه المشروع. وهل ادارتك لوحدك كانت من وجهه نظرك كافيه؟ انا كنت في المشروع على طول. انا كنت قاعد يعني انا بتسرق يوم ما اديهم ظهري. طب يعني انت وجهه نظر حضرتك ان يبقى في قانون عمل وان الناس دي تعمل لها عقود يبقى لها تامينات؟ الناس دي لازم يبقى في قانون صارم يمسكها، لان يعني ايه ما ينفعش ان انا اجي تحافظ على حقك وحقهم في نفس الوقت. بالظبط. وبعدين لازم يكون في جهاز شرطه قوي، لان كنت اروح الشرطه اعمل شكوى ولا حياه لمن تنادي. يرجع يقول لي ايه، انا كان عندي في جزء من المزرعه سمك، يقول لي احنا ما اكلناش من السمك اللي احنا قاعدين نعمل له محاضر، هو انا لقيته عشان تاكلوا منه؟ ما بتسرق. طب ما ده كويس والله، ده حاجه جميله يعني ان الشرطه بتشارك الشعب في اكل السمك بتاعهم يعني. ما هي عايز تاكل السمك بس. بعد كده اشتكيتهم لوزير الداخليه الفاسد، يعني رغم فساده وكل حاجه، لكن بصراحه اهتم. وصل المحضر للاسم تاني، ولقيت الاسم اتصل بيا عشان يحل المشكله. وبعد كده قالوا طب هنتصالح مع بعض عشان نقفل المحضر وهنعمل اللي انت عايزه. صالحنا مع بعض. حضرتك في النهايه اوقفت العمل؟ بعت المزرعه. بعتها؟ طبعا بعتها ولميت فلوسي. ان كده انا بخسر. طب هو في حاجه بقى، معلش هو استفسار سريع كده لان حضرتك قلت كلمه في الاول، هل فعلا في
مزروعات في مصر بتنتج ثمار اورجانيك؟ يعني بمعنى والله يا فندم انا ما شفتش، بس انا كنت بحاول اعمل كده. يعني انا المزرعه اللي جنبي كان في جنبي واحد بيربي قراميط، بس كان بيربيها اورجانيك على الفراخ الميته، يلمها ياكلها للقراميط. ده اورجانيك فعلا. اورجانيك ده اورجانيك فعلا يعني. لا هو المزرعه بتاع حضرتك سمكيه مش كان سمك. لا كان سمك وداخل معاه خضار، على اساس ان انا كنت عامل مشروع متكامل، هاخد ميه السمك اسمك بيها الزرع واسقيه بيه. تمام. قول لي اللي خد المزرعه قفلها ولا؟ لا اللي اخذوا المزرعه ناس فلاحين اخذوها، اتقسمت فدادين، انا بعتها الواحد على بعضها، ردم المزرعه وقسمها فدادين وباع الفلاحين بالقسط. ده حول الدنيا خالص. تمام. طيب الاورجانيك بعد اذنك، يعني انا برضو معلش نقطه الاورجانيك دي مهمه قوي بالنسبه لي، لان ده انا من وجهه نظري ده شكل من الفساد اللي موجود، ولكن فساد اولا اجهزه في الدوله المفروض بتراقب على مواصفات الجوده اللي خارجه من مصنع بيتكلم على انه بيبيع اورجانيك. زي ما شفنا كان في مزارع كتير قوي بتتكلم انها بتعمل اورجانيك، وان في محلات كان بتبيع منتجات وبتقول انها اورجانيك في الاحياء الراقيه، وفوجئنا في النهايه ان في نهايه 2010 على ما اتذكر ان وزاره الصناعه والتجاره بتقرر ان ما فيش اي مزرعه في مصر او مصنع في مصر. والله انا كان بالنسبه لي الاورجانيك كان بالنسبه لي الدراسه اللي انا جايبها من بره، انا ما بستخدمش اي حاجه كيماويه ولا بدخل اي منتج كيماوي. انا حتى كان عندي الطماطم كنت يعني ما برشهاش، كانت تطلع حتى لو دودت تدوت، انا مش مهم عندي، اطلع كويسه تتباع، وكنت ما بلاقيش زبون ياخدها. طيب انت بالموقف اللي احنا عايشين فيه في الوقت الحالي ما بعد الثوره، انت متخيل انك ممكن تعمل المزرعه بتاعتك دي تاني، ولا ولو ناوي انك هتعملها بعد قد ايه وقت؟ انت شايف؟ والله انا بحاول، انا اقول لسيادتك بصراحه، انا بحاول اخد لي مزرعه دلوقتي بس صغيره، يعني مش عايز اخد مساحه كبيره، عايز اجرب، عايز اخد لي مثلا حاجه بتاعت 20 فدان كده اجرب فيهم في وادي النطرون برضه. تمام. لسه عايز احاول، يعني كان من مشكله وادي النطرون ان الخدمات فيه وحشه. شكله ايه دلوقتي بعد الثوره؟ تمام. يعني كان من مشكله وادي النطرون ان الخدمات فيه وحشه. تخيل ان البيئه كان جاري بيكب علينا ميه وبوظ لي الزرع وبوظ كل حاجه، اروح اجيب بتوع البيئه يقولوا احنا مش شايفين مشكله، اكتشف ان الراجل بتاع البيئه في وادي النطرون سواق توك توك. مش كواليفايد ان هو يحكم ايه اللي حاصل، هو سواق توك توك اصلا. يعني انا بشكرك طبعا على مداخلتك باشمهندس محمد، وابدا وجرب ونستنى ثمار التجربه. لك تعليق استاذ مدحت، ولكن خلينا بعد الفاصل نرجع لكم مره ثانيه نختم حلقتنا معاكم النهارده. انتم لسه مع نسرين عكاشة واشرف الزيات وكلام وسط البلد. دقيقتنا الأخيرة في حلقتنا النهاردة من كلام وسط البلد. لسه معانا أستاذ مدحت شريف خبير الشؤون السياسية والاقتصادية، ويمكن عايزين نوضح أكتر يعني إيه مفهوم فساد، لأني يعني كان أستاذ جمال أستاذ محمود لما كان بيكلمنا كان بيحاول يفرق ما بين حاجة اسمها فساد وحاجة اسمها إهمال في كذا حالة. يعني مثلا لو اتكلمنا عن حالة دكتور سيد البازد، ممكن هل ده يعد فساد ولا يعد إهمال ولا قلة حيلة من مأمور مثلا مركز هناك ما عندوش استعدادات كافية، ولا توصيف الحالة ديت من وجهة نظرك أستاذ مدحت يبقى شكله إيه؟ الشكل العام للفساد اللي احنا متعارف عليه في العالم ومتعارف عليه حتى في الاتفاقات الدولية، ان اول حاجة انك بتستخدم سلطاتك للحصول على مكاسب غير شرعيه من خلال سلطاتك، ان انت مثلا مدير اداره كذا بتحصل على اراضي بسعر، والاداره دي بتشرف على اراضي او بيع اراضي، مثلا بتاخد اراضي في هذه المنطقه بسعر مخفض او ده حصول على فساد. او التسهيل للغير للحصول على مكاسب. التسهيل للغير والحصول على مكاسب ده بيبقى شكله العام ان انت متفق معاه فهو بيحصل على مكاسب، فانت بتاخد مقابل مادي للتسهيل ده اللي بيحصل معاه. قد يكون حصوله على المكاسب دي باسلوب شرعي شكلا، يعني مثلا مزاد او توريدات مثلا معينه لصنف معين وانت في اداره حكوميه، فانت بيورد التوريدات معينه غير مطابقه للمواصفات اللي انت حاططها، فبتاخد منه مقابل مادي. او ان حضرتك بتتفق معاه على ان هو مثلا على سبيل المثال انه يبقى في مكان ما حضرتك مسؤول عن امن هذا المكان، والبلطجيه بيعملوا هذا الاجراء وبيجوا كل اول شهر بيقوموا دافعين جزء من الشهريه اللي بياخدوها للطرف ده. طبعا احنا ما بنتكلمش على الحاله بتاعت وادي النطرون، انما بتكلم بصفه عام بشكل عام.
او ان انا اهمل في تنفيذ واجباتي ومهامي اللي المفروض موكله الي بحكم وظيفتي. والاهمال اللي بيحصل ده بينتج عنه نوع من الفساد، بمعنى ان المنتفع المفروض المواطن المنتفع من الخدمه اللي انا بأديها ما بيحصلش على الخدمه بتاعته. الاهمال ده في حد ذاته ده فساد. مش لازم الفساد معناه انا حاطط فلوس في جيبي، مش لازم الفساد معناه ان انا اتفقت مع واحد على رشوه، لا، ده انا ممكن اهمل في العمل بتاعي، فهذا نوع من الفساد. زي ما بنقول ده معرف في الاتفاقيه، ده معرف في الاتفاقيه كمان. ان بيبقى عند حضرتك مهام وظيفه، عندك وظائف خاليه المفروض ان بيبقى ناتج عن طريق اعلان انك بتعين الناس دي. ما بينفعش تعين اهل الثقه وتترك اهل الخبره على جنب لمجرد ان ده صديقك او معرفته، لا، ده في اعلان وفي مسابقه وبيتم التعيين على اساسها. الترقيات بتتم على اساس تقارير وظيفيه سليمه، مش زي ما احنا عندنا هنا في مصر التقارير الوظيفيه بسم الله ما شاء الله في القطاع الحكومي كله امتياز 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 امتياز، وبعدين لو حتى حصلت مشكله ليه وتحقق معاه فيها وخد جزاء بعد 6 شهور بيرفع الجزاء، مش ده طبقا لقانون العمل. فده كلام مش منطقي بالمره. المنطقي ان يظل الجزاء موجود ويظل اثار هذا الجزاء واضحه، علشان لما اجي اعمل بعد كده افاضل ما بين اطراف معينه في وظيفه معينه او للترقي، اجد ان في شخص ما حصلش على هذا هذه الوظيفه نتيجه ان هو كان عنده جزاء سابق. الحاجه الثانيه التقارير بتاعتنا اللي احنا بنرفعها عن الموظفين اللي احنا بنتكلم عنهم، المفروض ان التقارير دي بتبقى واضحه ودقيقه. ما ينفعش كل الناس تاخد امتياز ده المفروض ان انا بدي امتياز ده على مستوى الشركات الانترناشونال. اما بدي الواحد امتياز اكسلنت لازم اكون حاطط جنبه ريبورت ليه خد الامتياز بالتفاصيل، وفي معايير واضحه للتقييم الوظيفي، مهامه واخلاقياته واداء المهام والوظائفه، في تفاصيل بتبقى اللي هي بنسميها الكي بي ايز، الكي اوف بيرفورمانس. لازم يبقى واضح معدل الاداء، مفاتيح الاداء بتاعته فين بالظبط، وتحط عليها نقط وبدرجات وبتقييم. ما ينفعش واحد ياخد امتياز الا لما يكون جنبه تقرير ليه خد امتياز، وما ينفعش واحد ياخد ضعيف الا لما يكون جنبه تقرير ليه خد ضعيف. انما مش بالاهواء، اصل انا بحب ده ما بحبش ده، ويبقى كل واحد بديله على حسب ما انا متقبل الشخص ده او مش متقبله. فاذا المعايير اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها معايير للاداء الوظيفي، ده معناه ده برضو جزء من الفساد. انا يعني احنا الوقت ضيق، ولكن يعني اللي بيدي تقارير برضو بالامتياز كلها بيحط نفسه في وضع اتهام ان هو برضو بيمارس نوع من الفساد. بالظبط. حتى المسؤول اللي بيدي تصريحات اعلاميه او بيدي معلومات مغلوطه سواء عن طريق اعلام او في خلال مؤتمرات او لمتلقي الخدمه معلومات مغلوطه، ده كده بيفتقد لعنصر الشفافيه اللي هي البند رقم 1 في اتفاقيه مكافحه الفساد. الشفافيه. اما اجي كل يوم انا وزير واجي كل يوم الصبح اقوم خابط 3-4 تصريحات كلها كلام، التصريحات دي لازم تتحط في الميزان، لازم تتحط في الميزان ويجب ان تقيم. زي ما انا بقيم الشركه الخاصه اما بتيجي تقول مثلا بفرض انا شركه اتصالات وهعمل دعايه معينه او بروموشن او شكل معين ان حد تخفيض في خلال الفتره من كذا الى كذا، واجي اخل بالاتفاق بدل ما هعمل 10 ايام قمت خليت بيها خليتها 5 ايام، ده نوع من الفساد. بس ده قطاع خاص. فما بالك بقى لو وزير بيتكلم او رئيس هيئه بيتكلم مع وسائل الاعلام وبيتكلم عن مثلا مرحله هتنفذ او خدمه معينه هتؤدى للجمهور وما بتنفذش، هي مجرد تصريحات للاستهلاك الاعلامي. ده كلام كله برضو المفروض بيندرج تحت الفساد. فالشكل العام اللي احنا بنتكلم عليه للاسف احنا كان المفروض نتكلم عن الهيكل بتاع الاتفاقيه. على الاقل هنتكلم على 4 نقط الرئيسيه اللي المفروض الاتفاقيه بتبقى معنيه بيها، وكنت اتمنى ان هي تاخد وقت اطول من كده بس مفيش فايده طبعا. ايمان وقفلنا بالمرصاد. لا ما فهي اول بند فيها كان التدابير الوقائيه اللي بتعني ان انا بجرم الفساد ازاي، ايه هو اللي هقدر اجرم بيه الفساد، الاجراءات القانونيه. انما ما ينفعش ان انا بقول انا بكافح الفساد ومفيش اجراءات قانونيه تجرم هذا الفساد. تمام. ولكن في حاله تطبيق اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد في مصر لازم يكون برضو في تغيير لقوانين كتير، من ضمنها مثلا على سبيل المثال زي ما حضرتك بتقول قوانين زي قوانين العمل. المفروض يبقى في تغيير برضو فيها في نظام الجزاءات، التقارير السريه الى اخر. قانون الوظيفه العامه. قانون الوظيفه العامه وتحط له مقترح وكان المفروض بيناقش وينقح، وللاسف الشديد القانون ده توقف خالص ما قبل الثوره، وتوقف مناقشته ما بعد الثوره. خلاص ما فيش حد بيناقش هذا الموضوع دلوقتي. محتاج ان احنا نناقشه مره ثانيه، محتاج ان احنا نفعل دور وزاره التنميه الاداريه في لجنه النزاهه والشفافيه اللي اخطر وزاره موجوده في للاسف، وهي بدون وزير. يعني في واحد مفوض دلوقتي بس بعملها.
تمام، بشكرك استاذ مدحت شريف على وقتك، كنت معانا من 4 لغايه 7 ان شاء الله. نكمل مع حضرتك يعني اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد والاهم النقاط اللي فيها وازاي نستفيد منها في مصر وازاي تستفيد بيها الاجهزه الرقابيه المختلفه في مصر. زي ما شفنا زي ما حضرتك بتقول جهاز الكسب غير المشروع وضع انجلترا تماما او بريطانيا تماما في وضع محرج قدام الراي العام عندها وقدام وسائل الاعلام المختلفه لما هي حاولت تخبي علينا معلومات خاصه بالحسابات السريه خلال دعوه رفعها في بريطانيا فعلا تمام. مستندا للاتفاقيه الدوليه لمكافحه او اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد. تمام، بشكرك على وقتك وان شاء الله نشوفك على خير، نشوف حضرتك على خير كده ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي في نفس الميعاد. شكرا ليكم ونشوفكم بكره بعد نشره اخبار الساعه 4. كنا معاكم النهارده ايمان عاشور، نسرين عكاشه، اشرف الزيات. فكرت كيف كنت تديني